你们解释的。السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان. فيديو النهارده هو الاحتفال الرياضي لابن كريم في الحضانة. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، اتمنى يعجبكم. アメリカン。الاحتفال الرياضي في حضانة كريم هيعملوها في صالة الرياضة للمدرسة الثانوية اللي هي جنب الحضانة، ومسموح للأهل كلهم إنهم يحضروا الاحتفال، ولكن بنحجز الكراسي والأماكن على حسب عدد الأشخاص اللي هيروحوا، وبتكون الأماكن دي بتتحدد على حسب زي القرعة كده. وكريم اختار ورقة وطلع مكان الحمد لله في الصف الأول وفي النص كمان، يعني كان مكان حلو قوي إن احنا نشوف منه. الاحتفال ده هيكون للحضانة كلها اللي هم 3 سنوات. الحضانة في اليابان هنا عبارة عن 3 سنين، غير عندنا في مصر بتكون الكي جي مثلا 1 وكي جي 2، يعني سنتين بس. لكن هنا مقسمينها 3 سنوات، اللي من 3 ل 4 سنين، والسنة اللي بعدها من 4 ل 5 سنين، والسنة الثالثة اللي هي من 5 ل 6 سنين. بعد كده بيروح المدرسة بعد التخرج من الحضانة، ومش بياخدوا وقت كتير في الأجازة، يعني مثلا حابب يكونوا أسبوعين 3 ولا حاجة. كريم في السنة المتوسطة أو المرحلة اللي هو التانية يعني من الحضانة، والفصل بتاعه اللي هو لابس الطاقية الزرقاء دي أو اللبني، واسم الفصل اللي هو اللبني. في البداية كل الفصول في الحضانة بيعملوا التمرينات والتحيات الصباحية اللي هي الافتتاحية كده. بعد كده بيبتدي البرنامج بالترتيب اللي هم محددينه بالظبط. في البداية اللي هو السنة المتوسطة، وهي عبارة عن فصلين بس، اللي لابسين طاقية اللبني بتاعت اللي هو فصل كريم، والفصل التاني الطاقية الخضراء، وهيتنافسوا في مسابقة الجري أو السرعة. بعد ما الأطفال كلهم من الصفين خلصوا المنافسة كده، انتهت الفقرة الأولى، وبيروحوا مثلا بقى يريحوا أو إن هم يستعدوا مثلا اللي هو الفقرة الجاية. بعد كده السنة الثالثة وهم برضك فصلين، وهيتم التنافس بينهم مسابقة الجري زي بالظبط اللي فاتت بتاعت كريم. بعد كده الصف الاول هما 3 فصول، وعاملين شخصيات ماريو كده، انهم بيقدموا زي عرض بسيط او على موسيقى ماريو، وبعد كده بتنافسوا كل فصل بيلعبوا بالكرات وبيجمعوا الكرات ويشوف مين هيجمع اكتر.
富士山にか赤さんの玉の数は15個ということで赤組さんの勝ち。バンザーイバンザーイ。頑張りました。じゃあね、ももさんは2番でした。とっても頑張ったよね。みんなでバンザイをします。さあ、はい、バンザーイバンザーイ拍手。さあ、富士山3位だったけど、富士山が頑張ってるとこ先生たちしっかり見てたよ。お母さんたちも見てたからね。頑張りました。じゃあバンザイしますよ。さあ、はい、バンザイバンザイ。頑張りました。الوقت عرض للصف الثاني اسمه عرض البالون، بيستخدموا زي اللي هو المنطاد دون، وبيعملوا بشكل جماعي اللي هو اشكال على حسب مثلا ما اللي هو اتمرن عليها، وعلى حسب ما المدرسه بتقول لهم. يعني مثلا انهم يعملوا منطاد، يعملوا مثلا طياره، صاروخ، الحاجات دي كلها. العرض ده كان اجمل عرض الصراحه، عجبني قوي قوي. اللي عجبني في الاحتفال الرياضي والنشاطات اللي بيعملوها زي دي كده مثلا، انهم طبعا بيساعدوا الاطفال وبيعودهم على ممارسه الرياضه، وانهم ينشطوا الجسم والحاجات دي كلها. طبعا عارفين فوائد الرياضه كلها كتيره جدا، وكمان تعلمهم النظام والعمل الجماعي، وبيتعلموا برضك اللي هو المنافسه ما بينهم، مثلا ان هم يبقى عندهم روح اللي هو المنافسه والروح الرياضيه برضه. وده شيء جميل قوي ان هم اتعاملوا على حاجات زي دي. واليابان مستواها في اللي هو الاولمبياد والحاجات دي ارتفع كتير، يعني مثلا في الاولمبياد اللي فاتت دي واخده المركز الثالث. فانا نفسي برضك يكون عندنا في الحضانات الحكوميه والمدارس الحكوميه في مصر حاجات زي كده. المنافسة الأخيرة كانت الصف الثالث، مسابقة الجري، ولكن بيسلموا لبعض لحد آخر شخص، وهيشوفوا آخر شخص بقى هيوصل مين فيهم الأول، وهو ده بيكون الفريق كسبان. اخر فقره في البرنامج هو ان الاطفال كلهم بيقفوا، وبيجي حد من الاهل مع الطفل مثلا زي الام والاب كده يعني، وبنعمل زي رقصه رياضيه كده مع الطفل. ودي بتبقى حاجه حلوه برضو ان هي بتعمل تفاعل مع الطفل والاهل، رغم ان كنت محرجه جدا ولكن عجبني قوي الفقره دي، والكلام كان فرحان، وطبعا الاطفال كلهم فرحانين اصلا هم بيرقصوا مثلا او بيشاركوا مع اهلهم وكده.
みんなで帰りのご挨拶。في النهاية بيدوا كل طفل ألعاب هدية، وكل مثلا أم أو أب برضه بيروحوا يستلموا طفلهم وبنروح. فاحنا رحنا نتغدى في مطعم سوشي، وتقريبا معظم اللي كانوا برضك حاضرين بيروحوا برضك مطاعم قريبة من المكان يعني. فكان في نفس المطعم ده كذا حد من زمايل كريم في الحضانة.何もないです。注文する数を選択してください。ご注文ありがとうございました。すごい面白い。すごく面白い。落としちゃった。割れちゃってる。誰やってたのこれ。一回落としたの。あー、回答したか。こういう形だね。何これ。まだあみちゃん、あみちゃん。あみちゃんどうぞ。あ、どうぞあげるあげる。あ、優しい。全然割れない。それで割るの。うん。全然割れない。すげえ。これシークレットの形だよこれ。本当だ。本当でこれ。何が熱いのなくなった。シークレットだよこれ。おお。ほとんど割れてる。なんなんだろうね。全然割れてない。全然割れない。慎重に割らないといけませんからね。どんどん成長するんじゃないの。あみちゃんどうこれ。はい。これ。これ。じゃあ一回拭こうか。あみちゃんジュースね。ちょっと待ってベロ出してる。ちょっと一回持って。一回持ってね。あみちゃんあんまり拭けてなかった。はいはい。ちょっと待ってよ。はいあみちゃん。あみちゃん飲むよ。これ。あみちゃんで待って。割れない。前も誇張的にね。前も誇張的にね。これはやだと。これいい？つついてもいい？あみちゃんいい？だけね。うん。あこっちか。これはちょっといかんな。これ、あ、ラムネここにあるよこれ。マイコはさ、嫌だと思うけどさ、全然。これ食べていいここ。ねこれ食べていいこれ。食べてよ。ちゃんと手で押さえとる。すげえ。おいしい？すげえ、ちゃんと手でカップ押さえて。はい、はい、どうぞ。はい。もう大丈夫。もう大丈夫？もしありがとう。ありがとう。ハンドルだ。ありがとう。はい。وبكده ينتهي فيديو النهاردة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة. وانتهي إن شاء الله فيديو جديد. إلى اللقاء. باي باي.